لما نحب نعمل شاورما مش لازم تكون لحمة او فراخ. هعمل معاكم في الفيديو ده شاورمة البطاطس. طعمها قد ايه بيبقى حلو قوي، والاهم ان هي كمان اقتصادية جدا. يلا اعملي لايك وشير للفيديو، واللي لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشترك. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف العظمة دي كلها اتعملت ازاي. اول حاجة رفعت طاسة على النار ونزلت فيها بمعلقتين او 3 زيت كبار، وبعد كده معايا خضار متقطع جوليان، بصل وفلفل الوان وطماطم شايلة منها القلب. هحتاج دلوقتي البصل بس. نزلت بالبصل وعليه 3 فصوص من الثوم المفرومين، وشوحتهم كويس قوي لحد ما بدأوا يتبلوا بس بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كده تمام قوي. وبعد كده نزلت بباقي الخضار وشوحت تاني كويس قوي. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. معايا بطاطس محمره نزلت بيها على الخضار وشوحتها معاهم كويس جدا. كده تمام قوي. التوابل بقى اللي استخدمتها في الوصفه هي ملح وفلفل اسود وكمون وكاري وبابريكا مدخنه وتوابل البطاطس. نزلت بكل التوابل على البطاطس والخضار وشوحت كويس قوي. مش قادره اقول لكم الريحه وقتها كانت عامله ازاي. واخر حاجه قبل ما اقفل النار حطيت بقدونس كنت مقطعاه صغير، كنت مستخدمه منه الورق بس. وبكده كانت شاورمه البطاطس جاهزه ورفعتها من على النار على طول. الخطوة الجاية دي اختيارية، ممكن تستخدمي شاورمة البطاطس في عيش بلدي، وممكن تعمليها في سندوتشات في عيش سوري. انا استخدمت كريب. بجيب الكريب وبقطع منه جزء صغير، يعني يا دوب ربع واحد بس بقطعه زي ما انتوا شايفين، وبحط الحشوة في الربع اللي انا قطعته، وعليها جبنة موتزاريلا، وهطبقه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بقفل على الحشوة بالشكل ده، وبعد كده بكمل لف باقي الكريب بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. الموضوع سهل قوي، مش بياخد منك اي وقت خالص، بس امشي على نفس الخطوات مظبوط وبقى ده شكله في الاخر. هعمل واحد كمان معاكم. بقطع ربع واحد بس بالشكل ده، وبحط الحشو عليه، وعليها برضو جبنة موتزاريلا، واقفله بالشكل ده. اقفل عليه كويس، وبعد كده بقفل باقي الكريب. هعمل بقى انا واحد كمان وبعد كده ارجع لكم. كده انا خلصت الكمية كلها. رفعت جريل على النار فيه معلقتين زيت، وبدأت انزل بالكريب بالشكل ده علشان ياخد لون حلو وفي نفس الوقت الجبنة تسيح. اول ما ياخد لون من ناحية بقلبه على الناحية التانية. كده اخد اللون المظبوط من كل ناحية، هبدأ اخرجه. كده تمام قوي. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وبعد كده ارجع لكم. انا هنا كنت خلصت الكمية كلها. شايفين شكله عامل ازاي؟ احلى من اللي بنجيبه من بره كمان. شايفين شكل الحشوة من جوه عاملة ازاي، والجبنة سايحة جدا. بجد رهيب يا جماعة. اسمعكم دلوقتي صوت القرمشة بتاعته، هو كريسبي جدا من بره وطري من جوه. سامعين صوت القرمشة عامل ازاي؟ حلوة قوي، واخد اللون المظبوط، والحشوة مظبوطة جدا من جوه. واحلى حاجة فيه ان تحضيره كله ما خدش مني 10 دقايق. ينفع للفطار وللعشاء وكمان ينفع للغدا. حلوة قوي. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه.